نرجعوا لسي وسام عدد الخطط المحدوده وفق للطلبات طبعا نتاع الجامعه. معنا الدكتور زياد مره اخرى. مرحبا بك دكتور زياد. مرحبا بك سامي، مرحبا بالمستمعات والمستمعين، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك، شرفتنا دكتور. اذا طبعا اتحاد الاساتذه الجامعيين الباحثين التونسيين عندهم ما يقولوا في الملف هذايا، نحبوا نعرفوا معاك يعني ردود الفعل وفي ظل التطورات هذه الاخيره شنو موقفكم انتم؟ والله شوف، احنا نعرفوا انه الاساتذه المتعاقدين فما نسبة قرابة 30% منهم شكون متحصل على شهادة دكتوراه، فما أكثر من 50% منهم هما بصدد إنهاء أطروحات الدكتوراه. يعني تشوف أنت الدولة التونسية صرفت عليهم أموال باهظة في التكوين نتاعهم وفي التأثير نتاعهم. مش معقول اليوم أن الدولة التونسية تتخلى على ناس أطرتهم وكونتهم بالطريقة هذه من غير ما تلقى لهم حلول. احنا في نقابة اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة موقفنا واضح. نعتبر أن المناظرة شرط أساسي لدخول الجامعة التونسية، هذا تكريسا معناها للكفاءة والمصداقية والجودة. وكانت لنا محادثات مع الاساتذه المتعاقدين اللي هما بيدهم اكدوا على انهم ما يحبوش يدخلوا الجامعه التونسيه الا عن طريق المناظره، وفي هذا معناها رد على التشويه اللي قامت به الوزاره ازاء المطالب نتاعهم اللي هي مشروعه. احنا طالبنا انه وزاره التعليم العالي، وزارة التربية، وزارة التشغيل، وزارة التكوين المهني ينجموا يجيبوا خبراء مع بعضهم، ينجموا يقعدوا مع بعضهم، ينجموا يدرسوا إمكانيات نتاع تكوين أو تأهيل أو إدماج معناها الناس اللي ما عندهاش اللي ما نجمش تكمل الدكتوراه باش تدخل معناها الوظيفة العمومية. ونعرفوا أنه في الجامعة التونسية فما ناس مش متحصلة على الدكتوراه وتقري، وفما ناس توا عندها دكتوراه متعاقدين ويمنعوهم من حقهم أن يدخلوا الجامعة التونسية. مش معقول أن الدولة تصرف الأموال هذه كلها وتسيب الناس هذوما جامعيين، هذوما مستقبل الجامعه التونسيه، ما لازمناش نتعاملوا باستهزاء معاهم. وذاك علاش نوجهوا معناها دعوه عاجله للوزير انه يتدخل بكل جديه في الموضوع هذا، وخاصه ما نعرفش اذا كان الزملاء علموك انهم في وقفتهم الاحتجاجيه الاخيره تعرضوا للعنف وتعرضوا للغاز، وفيهم شكون توقف في بوشوشه وفيهم شكون توقف في باب سعدون. بهذه الطريقه يعاملوا الجامعيون، مش معقول. دونك احنا نطلبوا من الوزاره انه تتحمل مسؤولياتها والحكومه انه تتحمل مسؤولياتها، انه تتعامل مع الموضوع هذا بجديه. هذوما ناس معناها مثقفين، هذوما ناس معناها متحصلين على شهاده دكتوراه، وفيهم شكون مش يكمل شهاده دكتوراه، وفيهم اللي حتى كان ما نجمش يكمل شهاده دكتوراه باش نضيعوه. يا اخي احنا في تونس الكفاءات نتاعنا ضايعين. احنا في تونس عندنا 12,000 جامعي، 4,000 منهم غادروا مشاو للخليج، يعني فما نقص كبير. دونك يلزم التعامل مع الملف هذا بجديه، ونوجهوا احنا في مساندتنا للزملاء المتعاقدين، ونتمنى انه يقع حل المشاكل نتاعهم. وكما قلت لك في نفس الوقت ندعو انه المناظره ولو انه فيها بعض الاشكالات ندعو انه تكون المناظره شفافيه، ولكن تبقى هي الشرط الاساسي لدخول الجامعه التونسيه. واظن انه ليس هناك تناقض ما بيننا وما بين الزملاء الاساتذه المتعاقدين حول هذا الموضوع. واضح التناقض مش موجود، ولكن ربما التغيير وجهه الخطاب اليوم انهم يحبوا على الانتداب الاساتذه المتعاقدين، هذا هم ربما يكون الاشكال. من بين النقاط اللي لقيناها في البيان نتاعكم دكتور ونختموا بها معك هو انه تطالبوا بفتح باب المناظرات للمساعدين بعد التقليل الواضح في ذلك، يعني ما فماش مناظرات في الفترة الأخيرة في عديد الاختصاصات حتى يأخذ المتعاقد وخاصة المتحصل منهم على شهادة الدكتوراه الفرصة متاعهم لتقديم الملفات متاعهم واجتياز المناظرات في ظل النقص الواضح للجامعيين بعد هجرة الآلاف منهم لبلدان الخليج. يعني النقطة هذه نقطة مهمة دكتور. يعني اليوم فما شغور في التعليم العالي، ولكن الدولة أو وزارة التعليم العالي تقول إنه الأساتذة ذوما ما عندهمش بلاصة. يعني فما زوج اشكاليات. السنه الماضيه هناك معناها مذكره خرجت من جامعه في جامعه تونس في تونس العاصمه، نصت على انه لا يجب انتداب المساعدين، وتصدينا احنا لانه معنا المذكره هذه غير قانونيه، ووقت اللي تصدينا لها في بيان وقع صاحبها في الابدان. ولكن اللي لاحظناه انه في جمله كبيره من الاختصاصات ما فماش باستثناء بعض الاختصاصات كما اختصاصات الانجليزيه ما فماش فتح لخطط مساعد. كيفاش انت تحب تدخل الجامعه التونسيه ما تفتحلوش خطه مساعد؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه زاد احنا اللي طالبنا به انه ساعات في فتح المناظرات تلقى مثلا مؤسسه اختصاص طالب مثلا 25 او 30 مساعد، بعد المناظره ياخذوا كان 3 او 4 مساعدين. يا اخي انت حليت 25 خطه، حاول انك انت معناها تاخذ الماكسيموم في الخطط هذه خاصه في ظل النقص.
قلت لك انا عندنا الناس معناتها مش متحصله على الدكتوراه، جمله وتقري في الجامعه التونسيه، شكون اولى؟ الناس اللي متحصله على الدكتوراه ولا بيسبب اتمام الدكتوراه، ولا الانسان اللي مازال كي خرج من الكليه مش تعطيه معناها متعاقد وفكاتير؟ يعني اشياء غير معقوله. واذا كان انت الناس هذه صرفت عليها في التكوين البيداغوجي وتجي تقول ان هي ما تنجمش تدخل جامعه تونسيه، لهنا فما معناها مشكله كبيره. دونك معناها يلزمنا نعاودوا نراجعوا نظر ونحاولوا نخدموا بطريقه علميه، واذا كان فما اشياء اللي هي معناتها باش تدعم تكوين الزملاء المتعاقدين من الناحيه البيداغوجيه، علاش لا؟ هذا هو الشيء يعني. اذا كان معناها اذا كان فما نيه وجديه المشاكل الكل تتحل. وكما قلت لك معناتها فما مجال ان وزاره التكوين، وزاره التربيه، وزاره التشغيل، وزاره التعليم العالي يقعدوا مع بعضهم يشوفوا فماش امكانيات نتاع تاهيل، فماش امكانيات نتاع تكوين باش الناس هذه تلتحق معنا الباب الكبير بالوظيفه العموميه، والناس اللي بصدد انهاء الدكتوراه تتشجع انه توصل الدكتوراه، خاطر انت راهو في الدكتوراه فما مشاكل اخرى، فما مشاكل مع مؤطرين، فما مشكله في ايجاد مؤطرين، فما مشكله في الديسبونيبيليتي نتاع المؤطرين. دونك يلزمنا نفتحوا الموضوع هذا بكل جديه ونحكيوا فيه. واضح، فتح الموضوع هذا مهم في اطار حل المشاكل بالنسبه للساده المساعدين المتعاقدين. شكرا لك دكتور. ونحب نختم في ايمن لو كان تسمح لي، نحب نختم. وزاره التعليم العالي تعاني من مشاكل كبرى وكبرى وكبرى، ماناش قاعدين نلاحظوا في حتى محاوله جديه من طرف الوزاره للتصدي لهذه المشاكل. الوزاره هذه اللي مازال تغلق في الابواب واللي هي ترفض التحاور مع الناس الكل، والدليل على ذلك اللي صار للمتعاقدين. واضح، شكرا لك دكتور. عايشك سيدي، بارك الله فيك. شكرا.